السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات عملنا كفتة اقتصادية اللي هي كفتة السمين اللي عملناها سندوتشات، وقلت لكم بربع كيلو لحمة مفرومة بس. الربع كيلو التاني هنعمل بيه وصفة كفتة تانية سهلة وسريعة جدا، وكمان بتديكي كمية حلوة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفة ازاي. اعملي لايك للفيديو وشارك الفيديو مع حبايبك واصحابك، ويلا نشوف الطريقة. كل اللي معايا ربع كيلو لحمة مفروم، هحط عليه جزراية مبشور. انا مجهزة كل حاجة عشان مناخدش وقت كبير. جزراية مبشورة، وكمان حتة ليا ضاني مبشورة اي زي ما انتوا شايفين كده. انا بحطها في الفريزر فطلعتها بشرتها بالمبشرة. وكمان بصلاية مبشورة اهي، كل حاجة مبشورة. مش هستخدم الكبة خالص عشان الناس اللي ما عندهاش كبة ما تشتكيش. ودي بطاطساية كبيرة مبشورة، بس هصفيها من المية بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اسهل ولا احلى من كده. ربع كيلو مفروم عليه جزراية مبشورة، بصلاية مبشورة، حتة ليا ضاني مبشورة، وكمان بطاطساية كبيرة مبشورة ومتصفية من المية بتاعتها. يلا نشوف الاضافات اللي هنضيفها ايه. معايا كيس من كفتة اللي هي تتبيلة كفتة الحاتي، دي جميلة جدا يا جماعة، جربوها. هي فيها كل حاجة، فيها بقدونس وفيها كل حاجة. لو مش عايزة تستخدميها استخدمي بقسماط، معلقتين بقسماط ناعم عادي، وحط شوية بقدونس مفرومين. احط بقى شوية ملح، وما تكتريش الملح لان خلطة التتبيلة دي فيها الملح بتاعها. انا هزود بقى معلقة بابريكا وشوية حبهان مطحون وشوية فلفل اسود. انا بحب ابهر الحاجة على مزاجي. وهبدأ بقى اعجنها كويس جدا. اعجنيها كويس جدا، لازم تخلطيها واللحمة تبقى فيها تشبيكة كده معرقة، تمسك في بعضيها. اعجني كويس قوي. اهم حاجة في الكفتة دي العجن. ممكن تحطيها في الكبة، بس انا عاملة الكفتة دي للناس اللي ما عندهاش كبة وعايزة تعمل الكفتة الاقتصادية. الطريقة دي حلوة جدا، بس اهم حاجة تعجني فيها مش اقل من 10 دقايق. عجنتها كويس جدا. هحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. هغطيها بكيس بلاستيك واحطها في التلاجة. بعد النص ساعة، ما ممكن ساعة او ممكن تعمليها من بالليل لتاني يوم عادي خالص، مش هيجرالها اي حاجة. وهجيب بقى عاوز ايدي دهنة زيت خفيف كده، وهبدأ اشكلها على هيئة اقراص، صوابع زي ما انت عايزة. انا هعملها هيئة اقراص زي ما انت شايفة كده اهي. جميلة جدا ومتماسكة ومش بتفك، وطعمها يا جماعة بجد تحفة. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله جدا. هنقرص كل كمية الكفتة بنفس الطريقة كده، وهنرصها في صاج مدهون. يلا بقى بسرعة انزلي اعملي لي لايك للفيديو، وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وقولي لي بتشوفيني من اي بلد. يلا بسرعة وقولي لي بقى كمان انا فيديوهاتي بتعجبك ولا لا. ولو كنت متابع جديد للقناة اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس باللون الرمادي عشان توصلك وصفاتي اليومية اول باول. شايفين بتتشكل معايا بسهولة جدا، وكمان طالعة متماسكة بجد، بريحتها تحفة. جربوا اكياس التتبيلة دي، بجد خطيرة خطيرة خطيرة. لما بستخدم حاجة يا جماعة من مرقة الدجاج او الحاجات دي اللي هي في ضمن المقاطعة يا جماعة، انا بشتري كمية بالجملة، فانا بتبقى عندي كميات مش هرميها. انما انا بقول لكم البديل كمان، انت في تبع المقاطعة وما عندكيش الحاجات دي، هاتي معلقتين بقسماط وحطيها. تمام، لان في ناس بتدخل تقول لي، فانا بلفت نظركم وبفهمكم الوضع عندي عامل ازاي. انا عشان نزولي قليل يعني، فبجيب حاجتي على طول بكمية. رصة الكفتة كلها اهي. هجيب معلقة او سكينة كده واحزز في الكفتة، يعني اكنها قراص همبرجر متشكلة. يعني انا بضحك على نفسي وعلى الاولاد. شايفين اهو، اي شكل كده اهو.
خطوط كده اهو بالسكينة بالمعلقة. هي بصراحة كانت المعلقة اللي جنبي فقلت اشكل بيها، مش هتقول لأ. بنفس الطريقة كده، طريقة سهلة جدا مش هتاخد منك وقت خالص، وممكن تقرصيها الكفتة دي وتحطيها في اطباق في الفريزر جاهزة على التسوية على طول، هتوفر معاكي وقت كبير. بعد كده هجيب معلقة صلصة اهي، الصلصة دي انا عاملاها في البيت، معلقة صلصة، وهحط عليها معلقتين زيت، وهبهرها بشوية ملح وشوية فلفل اسود، وهقلبها كويس. هزود شوية زيت عشان تفك معايا كده. شايفين الصلصة دي حلوة جدا، انا بعملها على طول وبحطها في الفريزر وبطلعها احطها في علبة اسحب منها كده. شايفين جميلة ازاي ولونها عامل ازاي. هجيب بقى فرشة وهدهن بالصلصة اللي انا عملتها والزيت دي، هدهن وش الكفتة تديني لون حلو وطعم حلو، بتبقى بصراحة خطيرة. وحتة اللي هي الضاني بتخليها ولا احلى من كفتة الحاتي مليون مرة. دي في الخضار اللي تحبيه وولادك ما بيرضوش ياكلوه، يعني ممكن الكوسه لو ولادك ما بيرضوش ياكلوها تبشريها وتحطيها مع البطاطس على اللحمه المفرومه، هيستفيدوا من الخضار وهتزود لك كميه الكفته. الناس اللي بتقول بتتكلمي كتير، انا بحبكم يا جماعه جدا، وبحب اوصل لكم كل معلومه ممكن تفيدكم. يلا بقى ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسيش التعليق الحلو اللي انا بستناه علشان يشجعني اكمل معاكم الوصفات. هدهن بقى الكفتة بتاعتي كلها وهدخلها الفرن لغاية ما تستوي معايا، وهوريها لكم بعد ما تستوي. بتاخد تقريبا ربع ساعة في الفرن بس، وبتطلع مستوية وجميلة. ممكن تولعي لها حتة فحم، او لو مستعجلة زيي يلا من غير فحم من غير حاجة، هي اللي هي الضاني مخلياها ريحتها تحفة. شايفين طلعت معايا عاملة ازاي؟ جميلة جدا وطرية من جوه وواخدة لون حلو من بره، وطعمها خطير يا جماعة. انا اسفة نسيت البس الجلافز فايدي بانت، فمعلش يا جماعة المنظر المؤذي ده. الحمد لله على كل حال. هتقدميها بقى كده مع مكرونة مع رز بسمتي، تعمليها سندوتشات، بتبقى جميلة جدا في كل الحالات. يلا بقى اعملي لايك للفيديو وسيبيلي تعليق حلو، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله من قناة اكلة وفكرة مع سمية. اسيبكم في رعاية الله.